نسيت الاي بي واليوزر نيم والباسورد، حلك عندي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير طبعا بمناسبه شهر رمضان المبارك. قبل ما ابدا الفيديو، قبل ما اتكلم عن اي حاجه، انا كنت عامل كده زي استقصاء راي صغير كده، او باخد رايكم انتوا عايزين الفيديوهات اللي انا اكمل فيها يبقى شكلها عامل ازاي. هل فيديوهات تعليميه تخص برامج الكمبيوتر، فيديوهات تعليميه على البرمجه، انتاج الفيديو، المونتاج، الصوتيات، اكتشافات، اختراعات، ايه عايزين ايه بالظبط كده. فانا حطيته على صفحه الفيسبوك اللي هتظهر عندكم على الشاشه دلوقتي، او ممكن تظهر في لينك لوحده كده في وصف الفيديو. اتمنى ان الكل كده يخش يقول لي نفسه الفيديوهات اللي اعملها تكون بتتكلم عن ايه. انا عايز اعمل سلسله فيديوهات تعليميه تخص حاجه معينه. يعني مثلا لو لقيت ان الناس او اكتر الناس ميولهم ان هم عايزين يتعلموا برمجه، فهعمل سلسله تعليميه متكامله من اول الصفر لحد الاحتراف في مثلا انتاج البرامج اللي هي بتاعت الكمبيوتر او البرمجه او انشاء البرامج يعني بشكل عام. وهاخد رايكم برضو ايه البرنامج اللي عايزين تتكلموا فيه او عايزين تتعلموه، زي مثلا فيجوال ستوديو ولا بايثون ولا فيجوال بيزك. هاخد رايكم وهشتغل عليه وهعمل سلسله تعليميه كامله. اللينك هتلاقوه في ديسكريبشن او في وصف الفيديو، هتلاقوا اللينك كامل تقدر تدوس عليه وتخش على صفحه الفيسبوك، وعلى تحديدا المكان اللي انا عايزكم تعملوا فيه تصويت عشان اعرف النسبه الاكبر عايزه ايه. يلا بينا بقى نبدا الفيديو ونعرف ازاي احنا الكاميرا اللي احنا لقيناها دي كاميرا اي بي، كاميرا اي بي عاديه خالص، بتاخد هنا 12 فولت دي سي وكابل نتورك من هنا، او ممكن طبعا بي او اي اللي هو اختصار لباور اوفر ايثرنت، اللي هو كابل شبكه بيكون فيه كهرباء ويكون فيه داتا في نفس الوقت. ساعتها احنا بنستغنى عن الكهرباء اللي هي 12 فولت اللي بتبقى عن طريق الادابتر. سواء انت دخلت مكان ولقيت الكاميرا دي متعلقه وما عرفتش تخش على الاعدادات بتاعتها لان الاي بي انت ما تعرفوش، او اليوزر نيم والباسورد انت مضيعهم مثلا، او لو الكاميرا دي كانت قديمه عندك وانت مش فاكر اعدادات الدخول بتاعتها، يعني الاي بي بتاعها ايه اللي تخش عليه واليوزر نيم والباسورد. طب هتعمل كده ازاي؟ انا هنا هشرح لك بالظبط بالتفصيل خطوه خطوه ازاي تقدر ان انت تخش على اعدادات الكاميرا دي وتقدر تشغلها او تقدر توصلها كمان بان في ار، بمجرد ان انت عرفت الاي بي بتاعها واليوزر نيم والباسورد. بس في الحاله دي هنضطر ان احنا نفتح الكاميرا، وهقول لكم ازاي الطريقه بالتفصيل. خليكم معايا ما تروحوش في اي حته. دي كاميرا الاي بي بتاعتنا. هبدا افتح بقى المسامير بتاعت الكاميرا. طبعا الكاميرا اللي عندي نفس الالين سيت، الالين اللي انا بفتح بيه. ممكن يكون في بعض الكاميرات مختلف المسمار بتاعها. المهم في الاخر احنا نفتح الثلاث مسامير دول بتوع الكاميرا. بص هنا كده من جوه، دي البورده بتاعت الكاميرا الرئيسيه، وده المكان بتاع الميموري كارد اللي ممكن احط مثلا ميموري كارد هنا والكاميرا تصور على طول وتسجل على الميموري كارد كوحده تخزين اضافيه. اوكي. هنا البطاريه بتاعت الاعدادات، كويس. وهنا الزرار ده بوش بوتن الصغير ده. اوكي. هو بقى الزرار الصغير ده هو اللي بيعمل ريسيت. بس ازاي طريقه الريسيت؟ ان انا لازم افصل كابل النتورك وافصل الادابتر. اوكي. وهاجي بقى على زرار الريسات كده، هدوس عليه بشكل مطول وهقوم موصل في نفس الوقت الكهرباء بتاعه الكاميرا. وصلت الادابتر، وهفضل برضو دايس على زرار الريسات كده لمده 3 ثواني. بعد كده اشيل ايدي من على زرار الريسات، وبعد شويه كده صغيرين هلاقي اللمبه الخضراء اللي هي بتاعه الباور بدات تنور. وفي بعض الموديلات لازم ان انا افصل الباور بتاع الادابتر بالشكل ده وارجع اوصله تاني. كده الكاميرا اشتغلت. اقدر بقى اخش على الكاميرا باستخدام الديفولت اي بي بتاعها او الاي بي الافتراضي زي ما هنشوف كمان شويه. ودلوقتي وبعد ما عملنا ريسيت للكاميرا بتاعت الاي بي بتاعتنا، هنفتح الكمبيوتر ونبدا نخش على الصفحه بتاعه الاعدادات بتاعتها. وطبعا دخول لصفحه الاعدادات بتاعه الكاميرا دي بتطلب منك ان انت تكون عارف الاي بي ادرس بتاع الكاميرا. طيب انا مش عارف الاي بي ادرس الافتراضي بتاعه ايه، الديفولت اي بي. في الحاله دي هعمل ايه؟ عندي كذا طريقه، بس خلينا نروح لاسهل طريقه منهم اللي هي سهله قوي ان انت تطلع بيها الاي بي. يلا بينا كده على الكمبيوتر نفتح متصفح جوجل كروم او اي متصفح انت بتشتغل بيه. ممكن يكون
مايكروسوفت ايدج، ممكن يكون موزيلا اوبرا، براحتك خالص. هخش على صفحه الراوتر بتاعي، والراوتر بتاعي هيقول لي طالما في جهاز متصل بيه بالشبكه كده هيقول لي ايه الاجهزه المتصله بيه. سهل خالص ان احنا نخش على صفحه الراوتر اللي هي الاي بي بتاعها 192.168.1.1. الاي بي ادرس ده ممكن يختلف من راوتر للتاني عادي خالص. ولو مش عارف الاي بي بتاع الراوتر ده ايه، ممكن اي موبايل متصل بالنتورك او بشبكه الواي فاي بتاعه المكان ده نفسه او بتاعه البيت بتاعك، تدخل بس على مجرد الاعدادات بتاعه الواي فاي الشبكه اللي انت متصل بيها، هتلاقي في حاجه اسمها ديفولت جيت واي. ولو من كمبيوتر نفس الكلام برضو، بتخش نتورك ادابتر او محول الاتصال، تقدر تخش تعرف الاي بي ادرس بتاع الكمبيوتر والاي بي ادرس بتاع الديفولت جيت واي او الراوتر بتاعك. تمام. بما اني انا عارف الاي بي ادرس بتاع الراوتر بتاعي، فانا هخش عليه بكل سهوله هنا اللي هو 192.168.1.1. اليوزر نيم والباسورد بتاعي انا عارفهم طبعا. هلاقي الراوتر هنا بيقول لي ايه الاجهزه المتصله بيه من موبايلات، لابتوبات. انا هروح على الجزء اللي هو الخاص بالايثرنت مش الواي فاي، لان الكاميرا دي متوصله عن طريق الايثرنت كابل الشبكه. هبص كده هلاقي كل الاجهزه المرتبطه بكابل النتورك عندي. يعني مثلا هنا اول حاجه هتلاقي اكيد حاجات معروفه انا بالنسبه لي. يعني عموما انا موصل الكاميرا دي على لان 3 اللي هو ايه، الراوتر عندي فيه 5 فتحات من ورا او 5 مداخل نتورك. انا موصل الكاميرا دي في الكابل رقم او في المخرج رقم 3 لان 3. فانا هنا هدور على لان 3. فين لان 3 هنا يا جماعه؟ دي لان 2 بورت نمبر 2، وده البورت لان 1، وده البورت لان 1 مالناش دعوه بيه. دي اجهزه كلها متصله عندي بالشبكه. عندي هنا لان 3. لان 3 الاي بي ادرس بتاعه 192.168.1.64. خلاص كده الموضوع بقى سهل بالنسبه لي، اقدر ان انا اخش على السيستم بتاع الكاميرا من هنا. ازاي بقى؟ هروح هنا على صفحه فاضيه برضو، هكتب الاي بي ادرس اللي هو 192.168.1.64 وهدوس انتر. فتح لك على طول على صفحه اسمها الاكتيفيشن، اللي هو انت لسه شاري الكاميرا، هتعمل اكتيفيشن او هتعمل تفعيل للسيستم بتاع الكاميرا لاول مره استخدام. مفيش يوزر نيم وباسورد افتراضي. انا هنا هحط باسورد كده مثلا ادمن هاش 2020 مثلا. اوكي، ادمن. اكرر الباسورد تاني، هاش مثلا 2020. اوكي، وهقول له هنا اوكي. خدوا بالكم يا جماعه، بيقول لك هنا ان الفاليد باسورد رينج اللي هو من 8 ل 16 حرف. يعني الباسورد المقبول بالنسبه للكاميرا يكون من 8 حروف ل 16 حرف. طبعا بتكون ميكسد ما بين خليط من الاحرف الكبيره والاحرف الصغيره والارقام والعلامات الخاصه اللي هي زي الات والهاش والمربع الشباك اللي مش عارف ايه. طبعا الحروف تكون انجليزي. هدوس اوكي. هنا هو بقى فتح لي الكاميرا وعين لي الباسورد. هروح على الكونفيجريشن الاول. هنا بيقول لي ده الديفايس نيم، ومن هنا طبعا اقدر ان انا اغير اليوزر نيم والباسورد. دي اعدادات تانية كده لو انتوا حابين ان انا اخش فيها بالتفصيل نقدر ان احنا نعمل لها فيديو لوحده، ازاي تعمل اعدادات بالكامل. حتى ممكن تغير كمان الاي بي ادرس بتاعها. اوكي، يعني هنا مثلا انا لو دخلت على النتورك هلاقي بيقول لي هنا ان الاي بي بتاع الكاميرا اللي هو 192.168.1.64 وده السبنت ماسك. وهو عارف طبعا الديفولت جيت واي او الاي بي بتاع الراوتر. اهم حاجه يا جماعه ان انتوا العلامه اللي هي بتاعت الدي اتش سي بي دي تكون دايما اوف، لان الدي اتش سي بي ده معناه ان الاي بي بتاع الكاميرا هيفضل يتغير كل مره الراوتر مثلا يعمل فيها ريستارت او حاجه. فطبعا احنا مش عايزين نعمل الكلام ده، عايزين نثبت الاي بي. هو كده الاي بي بتاعك ثابت، عشان كل مره انت عايز تطلب فيها السيستم بتاع الكاميرا تبقى عارف الاي بي بتاعها ايه. ما تقدرش انت تقعد تدور عليه بقى كل شويه في صفحه الراوتر زي ما احنا عملنا من شويه. وزي ما انتم شايفين كده بكل سهوله عملنا ريست للكاميرا ودخلنا جوه الاعدادات بتاعتها، وفي كمان اوبشنز كتير نقدر ان احنا نخش عليها باستخدام الاي بي ادرس الخاص بالكاميرا. وكمان بعد كده نقدر ان احنا نوصل الكاميرا نفسها باي ان في ار، طالما احنا عارفين 3 حاجات مهمه: الاي بي ادرس، اليوزر نيم، والباسورد. لو شايفين الفيديو ده مفيد يا ريت ما تحرمنيش من الشير الجميل بتاعكم، واي تعليق تقدروا تحطوه في الكومنتات تحت وانا بجاوب على كل التعليقات. طبعا يا جماعه مش هوصيكم اللايك، ولو كنت بتتفرج عليا من اليوتيوب يا ريت تنزل كده تشترك في القناه كده وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها اول باول. ولو بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو ولايك للبيج. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.